دخلت التمثيل صدفة، ووالدتها خبيرة تجميل مشهورة في الوسط الفني بتعتبر غادة عبد الرازق مثلها الأعلى. رنا رئيس بموهبتها واجتهادها قدرت تشيل بطولة لوحدها بمسلسل انترفيو بعد 7 سنين من دخولها مجال التمثيل. من صغرها وهي بتحب التمثيل ودرست إعلام، ورغم إن والدتها زينب حسن خبيرة تجميل اشتغلت مع نجوم كتير لكنها كان بترفض دخول بنتها المجال. لكن رنا اجتهدت وفضلت مصرة تحقق حلمها وقدمت في مكاتب كاستنج وتجارب الأداء لحد ما بدأت ب3 مسلسلات في 2017، وهما وضع أمني ونصيبي واسمتك وأرض جو مع غادة عبد الرازق اللي بتعتبرها مثلها الأعلى. وكانت انطلاقتها القوية من خلال مسلسل جمال الحريم، وكانت من الوجوه الشابة اللي لفتت الأنظار في رمضان 2021 بمسلسل نجيب زاهي زركش وظل راجل وموضوع عائلي اللي حققت بسببه شهرة كبيرة، وفاجأت الجمهور بعدها بدور مختلف في أزمة منتصف العمر واللي رفضته 3 مرات قبل ما تقنعها ريهام عبد الغفور وتكلم والدتها. وأول مرة عرفت يعني إيه تكون ممثلة أما مرت بأكتر من تجربة قاسية في 2021. جدها توفى وبعده بيومين والدها، وكانت مضطرة تكتم حزنها وتكمل تصوير أعمالها.